مرحبا يا شباب، يسعد أوقاتكم. أتمنى تكونوا بخير وبعيد الكورونا وكل المصايب عنكم يا رب. اليوم حابب نقدم هيك درس بسيط جدا وعشان الكل يستفيد، وهو مقام سهل، يعني مقام الكورد من المقامات السهلة، لا يحتاج تشريق، ولهذا السبب اخترته مبدئيا، يعني بعدين نشوف المقامات التانية وبنشتغل عليهم. قاعدة المقام، طبعا كل مقام فيه له قاعدة، وهاي القاعدة بحسب التون أو بحسب المفاتيح بحسبوها. طبعا رح نحسبها بحسب المفاتيح مشان يعني سهولة الاستيعاب. طبعا قاعدة المقام هو 1 2 2 2 1 2 2. يعني من كل مفتاح تبدأ فيه اللي بعده راح تحسبه، وهيك بيكون يعني هذا هو قاعدة المقام من كل الدرجات. يعني تابع هذا التسلسل، هذا بيطلع معك المقام هو. وهلأ راح يعني راح اشرحه بالمفاتيح هيك. وانت كمان حاول انك انت يعني ما تعتمد على انه كيف باللعب على المفاتيح مثلا. حاول انك انت تحفظ هاي القاعدة هاي، لانه انت اذا حفظت هاي القاعدة هاي لهذا المقام او غيره، يعني كل مقام له قاعدة، بيكون سهل وبسيط جدا. هلا نبدأ من درجة الدو طبعا كعادة، يعني اللي هو وهلا درجة الري. درجة المي. المي كله على الأبيض. الفاي يعتبر شوي يعني صعب شوي لما انت تلعب، يعني خاصة إذا كان الإيقاع سريع شوي، لكن لا غنى عنه يعني. هلا صول. هلا الله. السي. وهيك بكون نحن خلصنا هذا المقام هذا من كل المفاتيح.
ومثل ما قلت لك حاول انك انت تحفظ القاعدة هاي الرقم بحسب حسب قاعدة المقام يعني، لحتى انت تشتغل على كل المفاتيح. وحاول تعمل لحالك فيديو، يعني هاي طريقة كويسة وانا بشوف انه بتفيد كتير. حاول انك تعمل فيديو لحالك، تصور نفسك وكأنه انت بدك وكأنه في مين يعني عم بيشتغل عليك او عم بيتابعك او عم بتفرج عليك او عم بتساوي فيديو هيك شي يعني. وحاول كذا مرة وراح يكون يعني انت حفظته بهذا الشكل. اتمنى يكون الشرح واضح، طبعا بإصبع واحد مشان يكون واضح من الكاميرا ويكون شوي بسرعة بطيئة يعني. ان شاء الله ابقوا معنا في فيديو تاني ومقام كمان سهل واذا في كمان في دروس تانية ادخل على قناة اليوتيوب وشوف ادخل على قائمة تعليم العزف على الأورج، وراح تشوف شغلات تانية ممكن انت تستفيد منها. وهيك بكون خلصنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم مرة جاية. تبقى بخير وسلامة.